البفتيك او الاسكالوب بانيه من الاكلات الفيري بيسك اللي كلنا بنحبها، بس دايما عامل مشكله للستات ازاي يحمروه من غير ما الطبقه اللي بره تفك. تعالوا اقول لكم بعمله ازاي. دي لحمه بفتيك متقطعه رفيع، بحط لها ميه بصل وملح وفلفل ورشه جوز الطيب وممكن رشه بهارات، ونزود كمان معلقه مستردة بتدي طعم حلو. ببقى محضره 3 اطباق، طبق فيه دقيق عليه معلقه نشا، وطبق فيه بيض عليه لبن وملح وفلفل، وطبق فيه البقسماط. اول حاجه بحط البفتيك في الدقيق وانفضه كويس من الدقيق عشان ما يبقاش الدقيق زياده، وبعدين في البيض، وبعدين في البقسماط، واضغط بايدي كويس عليه عشان الطبقه تمسك فيه. وكل حته بعمل فيها نفس الحاجه بالظبط لحد ما اخلص الكميه واحطها في التلاجة على الاقل نص ساعه عشان الطبقه تمسك فيه كويس. نيجي بقى للتحمير. زيت سخن عليه حته زبده، بحط البفتيك وما بقلبوش خالص غير لما اول ناحيه تستوي. اهم حاجه لما باجي احطه بيبقى على نار متوسطه عشان يستوي من غير ما يتحرق. البقسماط ماسك فيه وكرانشي وتحفه.